في علاقة مباشرة بين الوعود والثقة، وفي علاقة مباشرة بين الثقة والورقة اللي لما بتتكرمش مش بترجع زي ما كانت. دي أكتر من 60% من الناس ثقتهم بتقل بنسبة كبيرة جدا في الشخص اللي بيديهم وعد واحد بس ومش بيوفيه. في علاقات كتير جدا بتفشل كل يوم بسبب إن أحد الأطراف بيدي وعود مش بيقدر يوفيها. في فرجة جايين النهاردة نقولك على 5 خطوات هيساعدوك تحافظ على وعودك كلها إن شاء الله. مفيش اسهل من انك تدي وعد لحد، مجرد شويه كلام بتقولهم وخلاص على كده، لكن بتبدا تدرك صعوبه الموقف اللي انت فيه لما يجي دور الفعل وتلاقي نفسك مش قادر توفي بالوعد ده بالسهوله اللي كنت متخيلها. علشان كده فكر مره واتنين وتلاته قبل ما تطلع وعود، وتاكد اذا كنت تقدر بالفعل توفيها ولا لا. بعد ما تدي وعد لأي حد اتأكد من انك ما تنساهوش، اكتبه في ورقة مثلا وعلقها قدامك، او اعمل ريمايندر في الموبايل تفكرك بيه في الوقت المناسب. ناس كتير مش بينفذوا وعودهم بسبب انهم نسيوها، مش انهم مش عايزين يعملوها، ولكن النتيجة في الاخر بتكون انهم ما وفوش بيه. اتأكد من انك تعمل في ذهنك خطة واضحة للطريقة اللي هتوفي بيها الوعد ده. مش منطقي انك توعد الناس وتقول هبقى اتصرف وقتها، ولما يجي وقتها فعلا مش بيبقى في ايدك حاجة تعملها بسبب ضيق الوقت وانعدام الوسيلة وغيرها. فلو انت عارف من بدري ايه اللي هتعمله بالظبط وامتى هتعمله، هتوفر على نفسك كل ده. خد بالك كويس من الوعود الصغيرة اللي بتديها من غير ما تحس، خصوصا للأطفال. الوعود اللي بتقولها من غير ما تفكر فيها، زي بكرة إن شاء الله هنروح كذا أو بكرة هجيب لك كذا، هي في الحقيقة ما زالت وعود وواجب عليك تنفذها. في دراسات كتير بتؤكد الأثر السلبي للوعود الكاذبة على نفسية الأطفال، والوضع أسوأ لو كانت لناس كبار ومدركين اللي أنت بتقوله كويس. في نهاية المطاف احنا بشر، ومفيش طريقة تقدر تضمن لك بنسبة 100% انك هتوفي كل وعودك، ولكن على الاقل اتأكد انك تعوض الشخص اللي ما تقدرش توفي بالوعد ليه. اختار الطريقة اللي تشوفها مناسبة انت، واعملها كنوع من الاعتذار والتقدير. ده هيخليه مدرك انك فعلا بتهتم بوعودك ومش متعود انك تخلفها، وفي اغلب الاحيان بيرجع ثقته فيك زي ما كانت كمان. في فرجة احنا بنقرا كل الكومنتس بلا استثناء وبناخدهم كلهم بعين الاعتبار، فحتى لو ما قدرناش نرد عليهم كلهم خليك متأكد ان اي حاجة بتكتبها تحت الفيديو بتعدي علينا. خد الوقت انك تقول لنا رأيك في الفيديو واقتراحاتك للفيديوهات اللي جاية كمان، واي حاجة عايز تقولها لنا اكتبها لنا تحت برضه. نشوفكم الفيديو الجاي.